بهدلنا المدرب. نيجي بقى للعيبه اللي كانت رايحه تهرج. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. خلصنا على المدرب، حطينا عليه، شايلنا الماتش. يستحق يشيل الماتش 100%، بس مش هنشيلها له لوحده. هنيجي بقى للعيبه اللي كانت رايحه تهرج، واللعيبه اللي حذرنا منها قبل الماتش. ولو هترجع للفيديو اللي انا كنت عامله قبل الماتش، قلت لك اللعيبه اللي انا خايف منها، قلت لك اللعيبه اللي انا خايف منها كمان وهتبقى كويسه، وكنت عارف ان هم هيبقوا كويسين مع ان انا خايف منهم، زي عمر جابر. قلت لك عمر جابر في الطبيعي بخاف منه، لكن ماتش اهلي وزمالك مش هخاف منه. طبعا ما كانش سوبر، بس الماتش ده ما خذلنيش. الاخطاء اللي عنده كانت عاديه، لكن انا كنت حذرتك من مين؟ حذرتك من عمر، حذرتك من عبد المجيد، حذرتك من شيكو بنزا لو كان داخل القايمه. شيكو بنزا خرج من القايمه، حذرتك من عمر وعبد المجيد، وقلت لك عمر انا في العادي بحذرك منه، لكن الماتش ده هيلعب ولعب. وحذرتك من عبد المجيد، وقلت لك ناصر ماهر، ارجع للفيديو، قلت لك ناصر ماهر لو لعب بغزاله هيبقى علينا مش معانا. طبعا احنا حطينا على المدرب، والمدرب يستحق انه مش يتحط عليه، المدرب يستحق الجلد، يتجلد عشان مدرب جبان. لكن احنا عندنا لعيبه كانت ممكن تداري اخطاء كتير. انت في اول 10 دقايق ربع ساعه عندك انفرادين، لو واحد فيهم دخل كنت هتختلف. اول 10 دقايق، وبعدين في فرق لما انت بتجيب جون وانت وحش، في فرق بين ان انت لما بتجيب جون وانت كويس. انت جبت الجون وقت لما بدات رتمك ينزل، لكن انت الجون لو كان جه ساعه ناصر ماهر او عدي الدباغ، فرصه عدي الدباغ انا ممكن اتفهمها، لكن فرصه ناصر ماهر مش قادر اتفهمها. انت اللي طالع بالكوره وانت اللي بادئ الهجمه، يعني انت راجل مركز، واتحطت لك في مساحه مش طبيعيه، مساحه جباره. يا اخر ماتش من يومين جريزمان حطها لكورتوا كده سهله، انا حاططها له ولا في حاجه، يعني مش محتاج ابقى لعيب مهاري عندي اي كيو 1000 سهله الكوره. الحياه سهله عموما. انت رحت حازي وعايز تحطها في البعيده، واو. ايه يا عم، ايه يا عم تريزيجيه؟ ما تريزيجيه بيقعد بقى له 100 سنه بيجربها وما بتخشش. عايز انت تجيب يا عم في ايه؟ سهله. 500,000 طريقه ممكن تحط بيها الفينش. لو كنت حطيت الفينش بالطريقه دي في الوقت ده وانت راكب، كنت هتكمل على كده. مع ان انا عندي شكوك على المدرب ان هو كان هيكمل على كده، ده كان ممكن نرجع من الدقيقه 10 كنا خسرنا في فرق 50. بس انت لو كنت حطيتها، عندك الباشمهندس ادم كايد، الراجل بيلعب بالشوكه والسكينه وبيلعب بالمولتو، لعيب مش ممكن. ادم كايد جاي يلعب كوره، لعيب كوره كويس، بس هو جاي يلعب كوره اللي هو ايه، عارف انت، كيكه كيكه طري، لعيب ناعم. يعني لو جيت التحمت معاه مش هيحزق، لو جيت مش عارف ايه رحت ايه، مش هيقول لك حاجه، هيقول لك تمام خد الكوره واتفضل امشي. يعني مش هيتضايق منك يعني. المدرب كده كده هيتحمل من الماتش ده 200%، لكن هي ما ينفعش تبقى منظومه كبيره وشايل حد واحد، تبقى كارثه. الماتش اتملى اخطاء، مليان اخطاء من اللعيبه برضه. اولا عبد المجيد الكارثي اللي في الجون الاولاني اتلم لمه غلابه، بيقول لك شغال على نفسه وسكاوتنج ومدرب شخصي وبتاع. انت بتهرج يا ابني، يا ابني انت وانت بتتلم يا ابني ما تخليك واقف. ده محمد شريف اللي بيلمك، النقطه اللي مش قادر بقى افهمها، احنا ليه الشوط الثاني كسبانين فرق واحد، فرق اتنين، خسرانين، متعادلين، الشوط الثاني بنعتذر وما بنروحش الماتش؟ ما اكيد في حاجه. اصل انا ان انا اجي الشوط الثاني اعتذر وما اروحش الماتش، دي في حاجه غلط. ما هو المدرب لوحده لا، اللعيبه بتقع، اللعيبه مستواها لو ما وقعش بدني، يعني اللعيبه لو ما وقعتش بدني بتقع ذهنيا ومش موجودين. بتلاقي نفسك رايح تلعب الماتش مع نفسك، الجمهور بيبقى لوحده، تحس ان الجمهور عارف انت، يجي لهم حاله جنان وهم قاعدين بيشجعوا ومفيش لعيبه في الملعب. دي ناس عارف انت حاله الفراغ، الملعب فاضي والرجاله قاعده فوق بتشجع اوه يا زمالك. يا جدعان اللعيبه ما بتنزلش الشوط التاني، انت بتروح جمهور بس الشوط التاني.
الناس بين الشوطين تقوم رايحه داخله الحمامات، يلا اللي راح يصلي اللي راح يخش الحمام، بين الشوطين بقى كله بيشرب ميه بتاع، يرجع مفيش لعيبه في ارض الملعب، بس احنا بالسنانير شغالين وبنشجع ولو المدرب مش هو السبب تلاقي اللعيبه السبب. لازم كده كده هنتبادل الادوار، يعني اللعيبه يا بتفك لوحدها يا المدرب كده كده بيقرر يرجع. يعني طب ما نجيبش جون الشوط الاولاني، يعني ما نجيبش جون الشوط الاولاني، يمكن ننزل الشوط الثاني حازقين. انا مش فاهم، مش قادر افهم ايه اللي بيحصل. الشوط الثاني مش عارف ايه اللي بيحصل. انا هديت من بعد ماتش الاهلي، خصوصا ان انا يعني مش متضايق ان مثلا الاهلي عمل عليه ماتش، لان سبحان الله يعني الاهلي قسما بالله ما راح الماتش. يعني لو انت كنت ساق رد فالاهلي كان اسوأ منك 24، بس انت قررت تجيب جون وتقوم راجع. فطبيعي ده انت ما بتلعبش خشب، ما بتلعبش كنب، الراجل هيضغط عشان عايز يجيب جون. فحتى عارف انت مثلا ايه كلمه هيضغط دي، لو انا بهاجم او بتاع فهو ضغطني فحقق حاجه، فانا اقول ان الفريق ده كان كويس اللي كسبني، فهو كان عنده فكره نفذها نجحت. حتى الاهلي في عز ما انت مش قادر ومش يعني عارف انت جو ايه، ان انا مش هقاومك، مش هقاومك، اعمل اللي انت عايزه، انا مش جاي اقاوم. هو ما بيعملش حاجه برضه، هو برضه ما بيعملش حاجه، شعلقه، اوفرات، عرضيات، حاجات كلها فاضيه. عارف انت اللي هو الجو اللي انت ايه بتلعب انت واصحابك في الشارع فيلا بينا بنلوش، كلنا بنلوش، مفيش حاجه، مفيش حاجه. افتكر لي هجمه غير الجون اللي هو اتلعب من اللعبه مفتوح، افتكر لي هجمه. ده انا اللي خسرت وقعدت 80% من الماتش راكن ورا، عملت هجمات اكتر من الاهلي، عملت هجمات خطره اكتر من الاهلي. انا الهجمه الوحيده اللي الاهلي عملها كان الماتش خلص، اللي هي بتاعت عمر كمال دي، وكان الزمالك كله فوق، وكان اصلا الماتش خلص ومفيش كوره، وماتش اصلا اعتقد ان 90% من جماهير الاهلي على الزمالك ما شافوش الهجمه، كانوا خلاص قفلوا التلفزيونات وسابوا المدرجات واللي بيحتفل على الفيس وبتاعه خلاص. دي الهجمه الوحيده اللي الاهلي عملها. افتكر لي حاجه تانيه مش تفتكر. الكرة طول الماتش بنلعب طايره، الكرة عماله اضرب فوق عادي كله، بص شغل تلويش وتلويش اي حاجه، مفيش كوره اصلا، مفيش كوره. يعني اللي مستفزني ان انا مش هقول لك ان الزمالك مثلا ما كانش موفق، يا اخي ما كناش موفقين، لا انت كنت موفق، انت كنت موفق ان انت جالك حكم الماتش ده حكم محترم وحكم شاطر. البلنتي اللي اتحسب لو في مصر ما كانش هيتحسب، البلنتي لما تعاد لو كان في مصر حكم مصري ما كانش هيتعاد. البلنتي اللي اتحسب عليك واتلغى بتاع بنتايج لو كان حكم مصري كان كملت وكانت اتحسبت بلنتي وكان الاهلي جاب بيها جول. فانت كنت موفق ان انت عندك حكم هايل وادالك حقك، كنت موفق ان انت قابلت الاهلي وهو مش موجود، كنت موفق ان انت اول الماتش بدأت بجون، كنت موفق في كل حاجة، والاهلي كان سيء في كل حاجة. مفيش ادنى داعي في الحياة دي كلها يقول لك ادي الاهلي الماتش وخده. انا بحسب بعيد الكلام، بس هنعمل ايه طيب؟ هنبدل المدرب؟ انا شايف ان هنبدله، يلا نبدله. لو رحنا جبنا مدرب بشكل عشوائي، خد بالك انا عايز اقول لك بس على حاجه، المدرب اللي يخش على اي فرقه في نص الموسم ده ما بيعملش حاجه وما تستناش حاجه. ولو انت مشجع مستني حاجه من المدرب هيجيلك في نص الموسم، اصل قال ايه عشان نلحق الموسم، فده كلام فاضي، مفيش حاجه اسمها كده. انت عندك فرق مستقره، انت خد بالك انت اول الدوري وانت مش شايف، انت اول الدوري وانت بتعكعك. ولو الفرق اللي قدامك بعد ما بقت الماتشات متساويه وكسبوا، بيراميدز هيعديك بثلاثه والاهلي هيعديك بنقطه، فهو فرق ماتش. فانت عملت ماتش كارثي وعندك اخطاء كتير، بس انت مش بعيد، او مش بعيد، انت اصلا انت في قلب المنافسه، انت الاول. وخد بالك انا عايز اقول لك الفرقتين هيوقعوا نقط كتير. هتقول لي طب انت انا عايز المدرب، هقول لك انا مش عايز المدرب. ليه؟ من بعد ماتش امبارح انا ما بقتش عايزه، لان خلاص الراجل اثبت لي ان هو بيجي في الماتشات الكبيره بيبقى جبان. هو لو بيجي في الماتشات الصغيره يرجع، فهقول لك خلاص كده كده الماتشات الصغيره الفرق مش هتعمل معاك حاجه، ولو بغتتك مش هيحصل حاجه، فالراجل بيريح دماغه. مع ان حصل ده واتلبيت ماتش دجله وماتش ماتش الجونه، ماتش دجله وماتش الجونه
لما كسلت تفكر وتكمل اتلدعت. ماتش اتعادلت وماتش خسرته، وجيت طبعا في ماتش الاهلي خسرت. وانا عايز اقول لك ان انت في ماتش الجونه وماتش دجله يمكن ساعتها كان بيتلعب عليك. ده انا اللي هيموتني ان ماتش الاهلي ما جاش. انت اللي كنت متحكم في كل حاجه، انت اللي كنت متحكم في الفوز وفي الهزيمه. يعني في الماتش ده بالذات انت متحكم في الاثنين، في النتيجتين، لما كنت متقدم ولما كنت متاخر. الاهلي ما جالكش. ده الاهلي عامل ماتش من كوارث الماتشات. ده انت لو بص، انت لو قابلت حد محلل محترم وحد بيتكلم ارقام محترم، الزمالك طبعا ما جالوش ولا كورنر، الاستحواذ كان طبعا فرق مش طبيعي. بس دي لو انت هتتفرج على الارقام بسطحيه، مش هترسم الماتش وتكتبه وتشوف انت بتتفرج على تسلسل الاحداث وتشوف ايه اللي قرره الزمالك. اللي قرره الزمالك ان هو يبيع الماتش، مش عايز الماتش. فعشان بس نكمل كلامنا، احنا هنغير مدرب وانا موافق ان انا اغير مدرب. وانا مش من الناس اللي هي بتتكلم على المدربين، انا من اكتر الناس اللي بتحارب على المدربين. وخد بالك المدرب ده عنده كوره واكتر من جوميز. بس جوميز كان جريء، جوميز ما كانش بيخاف، جوميز كان بيقول لك انا اللي هفرض اسلوبي حتى لو اسلوبي ده مش اقوى حاجه، بس انا اللي هفرض اسلوبي. وخليك انت رد فعل، انا دايما الفعل، انا دايما الفعل، هرجع هتقدم هضغط مش هضغط، هسيب لك الكوره مش هسيب لك الكوره. مش بتكلم على اسلوب اللعب على قد ما بتكلم ان انا الفعل وانت رد الفعل. لكن انا امبارح يا راجل، ده احنا كنا ماتشات كتير بنلعب الاهلي وهو قوي بيبقى قوي كنت بتعلمه كوره. ده انت امبارح الاهلي جاي لك مسلم، جاي لك بيقول لك انا مش شايف. انت عملت منه امبارح كل حاجه. صيدت له لعيبه واديته 3 نقط الزمالك محتاج مدرب جريء. وانا خد بالك انا من ما كنتش بتيجي في دماغي قصه ان انا اتكلم على مدرب اقول عليه جريء، ما كانتش بتيجي في دماغي. كنت دايما بتكلم على الفنيات والحاله وبتاع، ما كانتش بتيجي في دماغي على كلمه جريء دي خالص. كانت الناس بتهاجم جوميز وكان بيتقال عليه اسلام مدرب مش قد كده، كنت بحارب مستحيل. بس كنت طبعا معجب بيه بقصه ان هو دايما الراجل عايز يفرض اسلوبه. لكن المدرب ده مدرب كويس، ولكن كمان شوفوا لنا مدرب. الاداره لازم تحل مشاكلها. الاداره خلاص خنقت الناس من قصه الفلوس. حلوا مشاكلكم، ما تشيلوناش هم حاجه احنا مش مالناش فيها. انا راجل مشجع ماليش علاقه غير بالمدرج، تشيلنيش هم الفلوس. ما تقوليش اصل اللعيبه دي ما قبضتش. خد بالك لعيبه كتير ما خدتش فلوسها، خد بالك لعيبه كتير داخله الماتش ده مستلفه فلوس. فيعني ربنا يكون في عون الناس. المدرب نفسه اصلا ما خدش فلوس، المدرب نفسه ما عملش فتره اعداد محترمه. الاداره تحل مشاكلها، عشان لو الاداره جايبه يعني جايبه مش فيريرا، لو هي جايبه جون ادوارد عشان تستخبى وراه وعاملاه ستاره، فاحنا هنا هنبقى في حته مش حلوه، احنا هنروح في داهيه. الراجل عمل شغل، بس لو انت عامله ستاره هيجي في فتره هيتكشف، عشان هو مش هيبقى قادر يدفع من جيبه. الراجل مش هيدفع لك من جيبه، بعد كده هيبتدي ينزل لك بالكواليتي اللي هو عايز يشتغل بيه. فلو احنا بنهرج، لو الاداره بتهرج، تشوف حلول اللي نفسها ما تخصناش. الراجل اللي اسمه جون ادوارد عداه العيب، الراجل بيشتغل وبيموت نفسه. انت مش عايز تشتغل له، او انت كسلان، او انت بقى عندك مشاكل اكبر منك، ادي المفتاح لحد، قول له خد دير، عشان انا خلاص مش قادر، مش عارف اشتغل. ماتش امبارح كله استفزازات، كله نقاط سلبيه، كله اضافه للناس اللي حواليك. انت ضفت لهم حاجات ما كانتش عندهم. لعيبه متخانقه مع بعض، لعيبه بتتنفسن من بعض وعايزه فلوس اكتر من بعض، اداره ماسكه في اللعيبه، لعيبه ماسكه النادي وهي المتحكمه في كل شيء. زيزو وامام عاشور هم اصحاب النادي، والاتنين يعني النادي اللي ماسكينه لعيب الكوره، والاتنين ما بيحبوش بعض. تريزيجيه انا المعلم واللي جاي محترف، وانا اللي جاي برقم خيالي، فانا صاحب النادي، وانا ابن النادي، وانا اللي كابتن الفرقه، وانا الجمهور كان ماسك في اللعيبه. كل دي حاجات انت اديتها له مسكنات. انا ما بقولكش اتصلحت، لان امام عاشور هيرجع هيفضل يضرب فيهم ويلطش لهم ويمشي كلامه، واللي هيتنفس هيقوم. فانا كده عارف ده الراجل لسه ولا ادم وطني، هيرجع هيعمل اللي هو عايزه مع امام عاشور، وهيعملوا اللي هم عايزينه في الاهلي.
زيزو كده كده هيفضل ياخد اعلى فلوس، تريزيجيه هيفضل ياخد اعلى فلوس. فانا معاك ان هو كده كده مشاكله لسه مستمره، هو لسه ما جابش مدرب ومش عارف يجيب مدرب وبيضحك على جمهوره بشويه حاجات. بس انت ليه تديله مسكن؟ اديته مسكن ليه؟ اديته مسكن ليه؟ كانوا شويه فضفضه تانيين بعد ما الواحد هدي، عشان احنا امبارح قطعنا المدرب، لكن اللعيبه المتخاذله، الثلاث اربع افراد الفرقه المتخاذلين كانوا لازم يسمعوا كلام من كل الجمهور، وكان لازم حسبي الله ونعم الوكيل. كان ماتش سهل، كان ماتش سهل والله العظيم، ولحد دلوقتي مش قادر اتخيل ان انا خسرت ماتش بالسهوله دي، وماتش ما كنتش فيه حتى غير موفق او خسرت بشكل اتظلمت مثلا. لا ده انا خسرت استفزاز، خسرت عشان انا قررت اخسر. ان شاء الله في ماتش المحله الجمهور اللي في المدرج هيبقى موجود، احنا قدام الشاشات هنبقى موجودين، اي حد زملكاوي ورا الزمالك كده كده، وكده كده هننافس على الدوري، وكده كده ان شاء الله الدوري بتاعنا ان شاء الله باذن الله. احنا الدوريين اللي كسبناهم، اخر دوريين كسبناهم كان في منهم واحد مع فريرة، احنا في الموسمين ما كسبناش الاهلي اصلا وخدنا الدوري. انا مش بقول لك ده ان انت تخسر من الاهلي عادي، لكن احنا ان شاء الله بننافس على الدوري. خلاص انت خسرت وده امر واقع وده حاجه حصلت، مش هنغير يعني القدر يعني، مش هنغير الحاجه اللي عدت. انت بتلعب على الدوري، انت لسه المركز الاول، انت المنافس الرئيسي في الدوري ده. ماتش المحله ان شاء الله كلنا ورا النادي، ان شاء الله كلنا بندعم، ان شاء الله كلنا هنفضل نشجع الزمالك، ده الزمالك بتاعنا. عملتوا ايه؟ رحتوا فين؟ جيتوا منين؟ مدرب حلو مدرب وحش، اللعيبه بتقبض ما بتقبضش، اي حاجه، ده نادينا الزمالك، ده الشغف بتاعنا اللي احنا بنحبه، ده الشغف اللي احنا اصلا بيدينا فرصه عشان نكمل. انا اليوم اللي بيبقى فيه ماتش للزمالك لو عندي كربسه الدنيا والاخره فوق دماغي انا مبسوط، عشان هشوف الزمالك النهارده. الزمالك ان شاء الله انا مستني ماتش المحله فارغ الصبر، ان شاء الله نكسب ماتش المحله، ان شاء الله يكون ماتش مختلف عن اللي حصل المره اللي فاتت، ان شاء الله ما نسلمش الماتش عشان نفضل في المنافسه، لان انت الخساره اللي جايه هتبقى خساره صعبه هتبعدك. انت كل ده كنت بتفقد في الفرق اللي بينك وبين المنافسين، فعادي انت دلوقتي معاهم. اقرب نتائج سلبيه هتبتدي بقى تاخدك وتبعد، فده مش مطالب. عندك توقف بعد الماتش اللي جاي تقدر تصلح، بس تعدي من الماتش اللي جاي. ان شاء الله الزمالك بتاعنا اللي احنا بنحبه ومكملين وراه، ومش هنسيب الزمالك. سلام.